لو تفتكروا زمان كانوا يقولوا لنا بلاش تبص لنفسك في المراية فترات طويلة، وخصوصا بعد الساعة 12. بلاش تفضل مركز في صورتك أو شكلك في المراية. وعامة لو أنت بتتفرج على الفيديو ده في أوضة ضلمة أو لوحدك أو أوضة فيها مرايات كتير، يا ريت ما تتلفتش كتير ولا تضحك بصوت عالي، وهقول لك ليه في آخر الفيديو. حلقة جديدة من قناتكم أسرار الليل. لو انت من الناس اللي بتتجنب انها تسمع قصص الرعب او بتبعد عن اي حاجه فيها رعب، احب اقول لك ان المره دي مش هتفلت من اللي انا هقوله لك، لان اللي هنتكلم عليه النهارده معاك من اول ما بتتولد لغايه ما بتموت. مبدئيا كده الفيديو ده هيكون عباره عن جزئين. الجزء الاول هعرفك ايه هو القرين وبيعمل ايه معاك، والجزء الثاني عن مواقف حدثت بالفعل لناس كتير، وفي اخر الفيديو هسيب لك اسماء الافلام اللي اتعملت عن القرين. في الاول تعالى اعرفك ايه هو القرين. القرين هو من أرقى عشائر الجن وأكثرهم تميزاً، وبيتميز بالذكاء والعند الشديد. وأكتر حاجة ممكن ترعبك في الموضوع إنك ما تقدرش تتخلص منه بأي طريق، على عكس أي واحد ملبوس من الجن. ممكن الجن اللي عليه يطلع من خلال الجلسات الروحانية أو الرقية الشرعية والحاجات دي، إنما القرين مفيش أي طريقة تقدر تصرفه من عليه. بيفضل مع الإنسان من أول يوم ولادته لغاية آخر يوم في حياته، وتسمى بالقرين لأنه مقترن بالإنسان من يوم ولادته وما يموتش غير بوفاة صاحبه. وفي حاجات كتير انت ممكن تتعرض لها وملهاش تفسير. يعني عندك مثلا الأحلام، في كتير بتقوم من النوم تلاقيك فاكر أجزاء معينة من الحلم وأجزاء تانية لا، مع انك وانت بتحلم بتكون فاكر انك مركز في الحلم علشان لما بتصحى تفتكره. وبيتقال ان السبب هو القرين لانه معاه قدرة في التحكم بأحلامك. وساعات ممكن بعد ما بتصحى من النوم تلاقي اي حد عندك في البيت بيقولك انك كنت بتتكلم وانت نايم، مع انك بتكون فاكر انك دخلت في نوم عميق وما اتكلمتش اساسا. فبيتقال ان القرين بتاعك هو اللي كان بيتكلم مش انت. واكيد حصلت معاك كتير انك ساعات تشوف شخص تحس انك انت مش طايقه ومش مرتاح له خالص، وشخص تاني تشوفه تحبه وتحس انك عارفه بقالك كتير. هو ده بقى من فعل القرين بتاعك. اول ما بيشوف الشخص اللي قدامك بيروح له وبيغوص في شخصيته وبيرجع لك بالاحساس اللي انت بتحسه في وقتها، وده اللي احنا ساعات كتير بنقول عليه الحاسه السادسه. وفي ناس تقول لك انا بفهم الناس وبعرف هم قصدهم ايه من ورا الكلام، وناس تيجي تقول لك انا فيا شيء لله، انا الشخص ده مش طايقه من اول ما شفته. اهو كل ده بقى من افعال القرين. القرين ليه سيطره كبيره جدا على عقل الانسان، بيحاول يحلل له كل حاجه حرام وكل الموبقات او الافعال اللي ربنا حرمنا عليها، بيحاول ان هو يزينها لك ويحسسك ان الحاجات دي هي المتعه الكامله، ويفضل وراك لغايه اما بتتحول لكتله بتلبي رغبات وشهوات القرين ده من خلال الافعال الغير مباحه قانونيا ولا دينيا. وفي ناس كتير اكدت انها شافت القرين بتاعها في المرايه. طبعا الله اعلم، انا ما عنديش معلومات اكيده عن الموضوع، لكن الشائع ان في ناس كتير بتقول لك ان ممكن تشوف القرين بتاعك في المرايه، وان انت لما تركز في صورتك في المرايه وتفتح عينك جامد وتبرق بتشوف نفسك بس بصوره معكوسه، لان القرين هو انت بالظبط ولكن بملامح معكوسه تماما. وبيتقال انك لو بصيت لنفسك في المرايه ما تبصش فترات طويله، لان التصرف ده بيأذيك، ولو هو اتأذى بيأذيك انت شخصيا. وفي ناس قالت ان في علامات بيحاول القرين يوصلها لك ان هو معاك في نفس الاوضه، زي انك مثلا ممكن تسمع طنين في ودنك او زن. اهي دي بتكون محاوله من القرين انه يعرفك انه موجود في الاوضه. والانسان لما بينام القرين بتاعه ما بينامش معاه، علشان كده ممكن تصحى على صوت كوبايه او حاجه بتتكسر او حاجه بتقع كده. القرين بتاعك كان زهقان وبيحاول يعمل اي صوت عشان صحيت من النوم وتقعد معاه. يعني لو قمت من النوم وحسيت ان في حاجه وقعت اتكسرت وسمعت صوت غريب، ما تقلقش، ده القرين بيمسي عليك. والسؤال هنا، طب ايه لازمه القرين وهو موجود ليه في الحياه اصلا؟ مهمه القرين الاساسيه هي انه يغويك. مش في ناس كتير بتقول ده شيطانه بيوزه؟ هو ده بقى شيطانه اللي بيحاول ان هو يحلل لك كل محرمات ربنا، وبيحاول يخليك ترتكب كل الحاجات الشريره والمحرمات اللي ربنا حذرنا منها. وفي فيلم اجنبي اسمه اس، قصه الفيلم بتحكي عن القرين ولكن بمشاهد اخراجيه وبطريقه مرعبه تستاهل انك تشوف الفيلم ده. الفيلم ده بيتكلم عن عيله بتاخد بعضها وبتروح تقضي عطله اجازه نهايه الاسبوع في احد القرى في كاليفورنيا، وبعد ما بيوصلوا والدنيا بتبقى تمام وبيتبسطوا، بعد وقت قليل جدا بيكتشفوا مجموعه من الناس بتحاول تهجم عليهم بدون اي سبب. واول ما بيركزوا في الناس دي بيكتشفوا ان الناس دي هي نفس اشكالهم وان هم القرناء بتاعتهم، وبيحاولوا يقتلوهم عشان هم اللي يحلوا محلهم. They won't stop until they kill us. Or we kill them. وفي قصة تانية عن بنت شاب عمرها 18 سنة
بتقول إنها بتحب أفلام الرعب وقصص الرعب والمقابر والموتى والعالم الآخر والكلام ده، وكانت بتقرأ كتير عن القرين وقريت كل المعلومات اللي عنه، لغاية ما قررت في مرة إن هي عايزة تشوف القرين بتاعها. بتقول إني رحت على السرير وبدأت أحاول أركز في الأفكار اللي أنا عرفتها عن القرين، وبالفعل راحت على السرير بتاعها عشان تنام، لكن الأفكار والمعلومات اللي عرفتها عن القرين بدأت تيجي في دماغها وما قدرتش تنام، فقررت إن هي تقوم تغسل وشها في الحمام وبعدين تطفي نور الحمام وتولع شمع وتفضل تبص على صورتها في المراية. وفعلا عملت كده وبدأت تبص لصورتها في المراية، لكن مع الوقت حست إنها بدأت تشوف نفسها في المراية، لكن هي حاسة إن هي مش هي، شكلها بس بملامح تحس إن هي حد تاني غيرها. وكل ما كانت تركز أكتر ملامح الشخصية اللي قدامها في المراية بتتغير، لغاية ما خافت وطلعت تجري. وفي قصة تانية الأم بنتها قيمتها من النوم عشان عايزة تروح الحمام وخايفة تروح الحمام لوحدها، فعلا قامت معاها وأخدتها راحت للحمام، ولكنها بتبص على رجليها لقيتها ماشية حافية، وقالت لها روح هات الشبشب بتاعك علشان ما تقفيش حافية في الحمام لأن البلاط مطلع برد، لكن البنت رفضت وفضلت ساكتة. فمامتها قالت إن هي أكيد خايفة ترجع لوحدها، فبالفعل راحت الأم عشان تجيب الشبشب لبنتها، لكنها اتصدمت لأنها لقيت بنتها نايمة على السرير. بعد ما صرخت طلعت تجري على الحمام، لقيت البنت اللي كانت معاها اختفت تماما. وبرغم ان كل القصص اللي اتكلمت عن الموضوع ده بتبقى على لسان اصحابها، وان العلامات ديت في ناس كتير قوي اجتمعوا ان هي العلامات اللي بتدل على وجود القرين، لكن ما فيش اي كلام او معلومات اقدر بيها اجزم لك ان الموضوع ده فعلا حقيقي. كلها مواقف حصلت مع ناس وكانوا بيجزموا ان ده القرين بتاعه. وبما ان محتوى القناه هنا بيتكلم عن الرعب والقصص الواقعيه، فانا حابب اقول لكم ان الكلام ده مجرد نقل للكلام اللي الناس قالته بهدف الترفيه مش اكتر. اما بالنسبه للمعلومه الاخيره، انك ما تضحكش بالليل بعد الساعه 12 بصوت عالي، لان القرين بتاعك ما بيحبش يسمع صوت الضحك بعد الساعه 12. وزي ما اهالينا والناس الكبار كانوا دايما يقولوا لنا بالليل ما تضحكش بصوت عالي، حتى هم لما كانوا بيضحكوا كتير بصوت عالي يقولوا خير اللهم اجعله خير، ده هتقلب نكد. اهو الكلام ده جابوه من معلوماتهم عن القرين من قديم الزمان. عرفتوا بقى ان في حاجات كتير بنمر بيها وملهاش تفسير ممكن تكون راجعه للقرين بتاعنا. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، في افلام كتيره بتتكلم عن القرين، اولهم فيلم قص اللي حكينا قصته من شويه. الفيلم الثاني اسمه بلادي ميري، الفيلم ده بيتكلم عن لعنه لو قلت كلمه بلادي ميري كتير قدام المرايه بالليل بتقدر تشوف قرينه، والفيلم ده ما انصحش بيه لاصحاب القلوب الضعيفه. ودي كانت كل المعلومات اللي عرفناها عن القرين. وطبعا خلينا متفقين ان مفيش اي اذى هيصيبك طول ما علاقتك بربنا كويسه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس كده انا كده خلصت. لو عجبتك الحلقه ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه عشان توصلك حلقاتنا. سلام.